السلام عليكم، صباح الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ اللايف ده مهم جدا 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 علشان هنقول فيه حاجه مهمه، علشان انت دايما اللي بتوجد لهم التبريرات للاسف، او في بعض الناس مش فاهمه ويبقى في كومنتس مغرضه. يعني انا واثق ان في النص يبقى في كومنتس مغرضه من حد بقى مش عايز الخير، من حد بقى تاجر طبعا، يعني شايف ان انت كده بتضيع مصالحه للاسف. يعني بيدور على المكسب، ما بيدورش على الحق او يكسب المكسب ده بشكل حلال جيد، يعني دون احتكار ودون مغالاة. فخلينا نشرح حاجات مهمة. طيب، اكتر حاجة بشوفها دلوقتي بتتكتب من ناس مش فاهمة ومن ناس قاصدة انها تخوف، ده في تعويم جاي. اولا محدش فينا مخول، ولا انا ولا انت ولا الاستاذ اللي قاعد على الكنبه ولا اي حد، انه يتكلم عن التعويم. انت لا تعلم التعويم ده جاي امتى، هيجي بشكل مفاجئ، هيفضل مستقر، والتعويم تدريجي. تمام. هيأثر ولا مش هيأثر؟ وانا بقول اهو مش هيأثر في اي حاجه. ليه بقى؟ تعالى هشرح لك دلوقتي، بس اعمل شير لان اللايف ده مهم جدا جدا جدا. يعني انت ما عندكش حاجه تبكي عليها، خد بالك. يعني انا مثلا كراجل بتكلم في العربيات او مهتم بهذا الشأن، عندي اللي ابكي عليه، عندي مشروع خدمي بيخدم العربيات، ولازم يبقى فيه عربيات زيرو، مش باكي عليه. المهم الحق، يعني تمام. المهم ان الناس ما تتنهبش. تمام. فانت مش باكي على حاجه، فانت لما تقعد تستنى انت مش باكي على حاجه، انت فلوسك معاك وانت مش باكي على حاجه. يلا بينا بقى ندخل، انا بستنى بس الناس تدخل عشان ده لايف وبعدين نتكلم. بص يا سيدي الفاضل، انت بتاخد دلوقتي العربيه بتسعير دولار 30 جنيه اساسا. تعويم ايه اللي انت خايف منه؟ و23 ايه اللي عمالين يهددوك بيها؟ وده هيبقى 24 وده هيبقى يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب يا محترم، يا اللي بتكتب الكومنتات في النص. مين قال لك انك انت بتاخد دولار العربيات دلوقتي محسوب ب 19 جنيه بتاعت البنك؟ ايه الهبد ده؟ هي 19 جنيه دي ليها وجود اساسا؟ يعني موجوده؟ يعني انت التوكيلات اللي بتطالبك دلوقتي انك انت توفر لهم دولار، شوف وصلوا ازاي. لا ويقول لك ايه؟ مغتربين مين اللي هيستفيدوا من القرار؟ يعني انت موافق ان توكيل جوه مصر يقول لك هات لي ثمن العربيه بالدولار، وتروح انت تدور في الاسواق الموازيه عشان تجيب له دولار، ومش موافق كمغترب انك انت تحط للدوله وديعه وتنزل بعربيتك؟ لا ده انت يا دماغك مش مظبوطه، يا انت مغرب بقى، يا في حاجه في دماغك. انت موافق ان تاجر يشتغلك ويقول لك روح هات لي دولار، سوق موازيه جوه مصر، تمام، 4 أو 5 توكيلات، وكل شويه ينضم لهم توكيل جديد يقول لك مش هبيع لك بالجنيه، هات لي بالدولار، تمام، وحط الرسوم بالجنيه، لكن هات لي ثمن العربيه بالدولار، روح هات لي 25000 دولار، هات لي 30000 دولار، ومش وافق ان الدوله تاخد منك وديعه وتديها لك بعد 5 سنين. في حاجه مغرضه بقى. مين بقى قال لك ان جنيه العربيات دلوقتي بيحسبوه الساده التجار والتوكيلات على 19 جنيه؟ انت بتهبد ليه؟ انت بتبرر لهم ليه؟ انت بتخلق، جبت الكلام ده منين؟ تعالى يا سيدي اقول لك. حضرتك بتروح تشتري سبورتاج جي تي لاين بمليون و300 الف جنيه، حضرتك بتشتريها ب 65 الف دولار. انت بتهبد؟ هو ده كده محسوب على 19 يا راجل يا طيب؟ انت بتبرر لهم ليه؟ في حاجه اسمها سبورتاج في العالم كله ب 65 الف دولار؟ ليه؟ انت بتشتري ايه؟ تمام. طيب انت بتروح تشتري ام جي اتش اس ب 900 الف جنيه مصري، سياره صينيه، تمام. انت عارف دي محسوبه على كام؟ على 45 46 الف دولار. ده الدولار بتاعها محسوب على 19 جنيه يا راجل يا طيب، اللي هو اساسا رقم 19 ده ملوش وجود، هذا رقم مش موجود يعني، تمام. فانت ليه بتبرر له؟ فالمفروض يا سيدي الفاضل لو حدث تعويم حتى فجائي، فجائي اللي هو ده لا انا مخول ان انا اتكلم فيه ولا حضرتك، ونحن لسنا واضيع السياسات النقديه. لو حدث تعويم حتى فجائي وصحيت بكره لقيت الدولار ب 24 جنيه، بلح، تكبر دماغك. لان الاهم التضخم وليس سعر الدولار. لما تصل الحاله كده، لما التضخم يصل لارقام مفزعه زي الارقام اللي في العالم كله دلوقتي واللي في مصر، يبقى مش مهم سعر الدولار، دولار ايه وسعر عمله ايه، ولا ليه لازمه. ليه بقى؟ لان التضخم كده كده في كل السلع، ومنهم السيارات اللي انا دي تخصني ودي اللي انا اعلم عنها، اللي انا بتكلم فيها. لان التضخم اساسا كده كده صنع سعر وصنع زيادات لا علاقه لها بالعمله. خلاص العمله دي امر ثانوي ما تهتمش بيه. لكن الزيادات دلوقتي، يعني انت دلوقتي بتقول لي لا ده الدولار ده لو بقى ب 24 مش ب 19، اللي هي 19 دي ملهاش وجود اساسا، انت اللي بتشتغل نفسك يعني، تمام. ده الدولار ده لو بقى ب 24، طب ما هو ب 25 في السوق الموازي، لو بقى ب 24 ده العربيات هتزيد تاني.
هتزيد تاني تروح فين يا راجل يا طيب؟ يعني الاسبورتاج هيبيعها التاجر ب 2 مليون و200 مثلا، هيزود 5 جنيه ولا 6 جنيه على كل دولار بيحطه، فهيبيعها ب 2 مليون و200. طب ما يلبسها يعني. تمام. ليه بقى؟ لان التضخم كده كده صنع فقاعه. خلاص سعر عمله ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ انت التجار كانوا بيسعروا من 3 شهور العربيات على 23، وبعدين بعدها بشهر سعروه على 25، وبعدين النهارده متسعر على 30 واكتر. ما انا بديك الارقام اهو. هو انت بتشتري الكورولا الفئه الاولى بكام؟ بتشتريها ب 750. يعني دلوقتي هادي شويه الاوفر برايس عليها، بتشتريها ب 700. هو دي دولارها محسوب ب 19. انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت بتشتغل نفسك ليه؟ انت بتبرر لهم ليه؟ فلازم تبقى فاهم، لازم تبقى فاهم ان التعويم لن يؤثر عليك تماما. كبر دماغك. ولما يجوا يقولوا لك يا خبر اسود الحق يا جدع ده الدولار ما يعلى. وبعدين يا سيدي الفاضل احنا بنتكلم في وجهة نظر دلوقتي، والمفروض يكون عندك مبدأ. هو ايه المبدأ ده؟ عارف ايه المشكلة دلوقتي ما بيننا وما بين الناس دي؟ احنا عايزينهم يكسبوا. انا راجل كتير جدا من الاوقات كنت برشح عربيات وانزل اقول دي، وكنت بتهم بالتطبيل والكلام ده كله، لكن ده في الظروف الطبيعيه، ولا اقول قبالا لهؤلاء ولا اقول قبالا لهؤلاء. لكن لما يجي وقت الحق انا الحمد لله دايما بركن الى الحق رغم هجوم الباطل والصوت العالي والكلام الفارغ ده والجعجعه، ولا بيعنيني. لان في الاخر انا هقف امام الله وهبقى اخرج انا من الطابور كده واقول يا رب انا كان قلت كلمه حق في وقت باطل، ورغم علو صوت الباطل انا فضلت مصر عليه، لعلها بقى تشفع لي. ما انا ليا ذنوب تانية يعني، لكن الحمد لله انا بنتهج الحق ده. عارف مشكلتنا معاهم ايه؟ انت لما بتيجي تعمل مشروع مع واحد صاحبك هشرحها لك بالبلدي، بتقول له ايه؟ بص بقى يا سيدي، احنا بنشتغل مثلا في العقارات والمقاولات، في مكسب وفي خساره وفي مواسم، وممكن ساعات اوقات بيبقى فيه فقاعه عقاريه والحال بيقف، ما بيبقاش البيع زي الاول، لازم تدخل معايا على المكسب والخساره. تمام؟ مفيش حاجه اسمها مكسب ثابت، لازم تدخل معايا. المشكله ان الناس دي، العالم كله اصيب بازمه، ثم مصر اصيبت بازمه بالتبعيه، والازمه كبرت وتضخمت، وعايز يكسب برضه. ما عندوش كتاجر او ما عندوش كمستثمر او كحد بينفست في السوق مبدا المكسب والخساره. هخسر ازاي يعني؟ يعني انا كنت ببيع العربيه بكسب فيها 50,000 جنيه او 60,000 جنيه وقت الرخاء، وده مش مكفيني، وكنت بطلع عليها اوفر برايس كمان بتوصل 100 و110 المكسب. تمام. انا كموزع يعني، انا ما بتكلمش على الوكيل ده لسه حلقه كبيره يعني. لا مش هخسر، انا هكسب. ليه؟ هتعمل ايه يا عم؟ هحط عليها اوفر برايس 600,000 جنيه، هكسب اللي كنت بكسبه في عربيه في 6 عربيات في عربيه واحده. هو ما عندوش المبدا والمكسب والخساره. انا واحد من التجار كاتب في البوست اللي قبل ده، والله العظيم حتى لو الاسعار نزلت انا هبيع باعلى الاسعار. عند رهيب، مكابره رهيبه في الباطل، نهش. مفيش حتى مبدا ان احنا عايشين في مجتمع، وان المجتمع كله له علاقه ببعضه، وان المجتمع كله متصل ببعضه. ما هو حضرتك لما تزود سعر العربيه كده وتصر على الباطل وتنهش جيب المواطن اللي جنبك، هو هيزود عليك سعر الجبنه، وهيزود عليك سعر اللبن، وهيزود عليك سعر التيشيرت اللي بتلبسه، وهيزود عليك كل حاجه. غباء في الفكر. مفيش مبدا التضامن الاجتماعي ده، وان احنا عايشين في مجتمع، لا كله ينهش في بعض. غبي كسب مليون جنيه هيطلع يصرفهم بره، هيجيب البنطلون بدل ما كان بيجيبه ب 100 جنيه. ما هو دي بالتبعيه يا ذكي يعني. مش عايز اشتم لان انا راجل ما بتلفظش بالفاظ يعني، انا بحب التهريج وكل حاجه بس ما بحبش اتلفظ. هتطلع من المعرض كسبان المليون جنيه، هتشتري البنطلون ب 1500 جنيه بدل ما كنت بتشتريه ب 100 جنيه. ما هو اللي اشترى منك العربيه دلوقتي بيخرج من عندك يحلف 100 يمين ان هو كمان هينهب جيبك، وخلاص. وكده المجتمع يصبح عشوائي وبلا رقابه وبلا اي شيء، والكل ينهش في كله، وهذا هو التضخم. وتيجي ساعتها تقول لي سعر عمله؟ لا يا سيدي الفاضل، الاهم هو التضخم وليس سعر العمله. تمام؟ لما نصل لحاله الفوضى دي، ولما نصل لحاله العشوائيه دي، ولما نصل لده، الاهم هو التضخم، الاهم السيطره على الاسعار وليس سعر العمله، لان سعر العمله كده كده مش حقيقي. وانت تاخذ السياره بسعر عمله يتجاوز ال 30 جنيه، فتقول لي تعويم؟ تعويم مين؟ ده التعويم احتمال يظبط الموضوع. هقول لك ليه. لان بالتبعيه، والدوله اكيد واي دوله لما بتعوم عملتها بتبتدي تظبط السوق الموازي، بدل ما السوق الموازي عشوائي. فانت تبقى عارف ان العمله خلاص وقفت عند 23، وقفت عند 24، خلاص وضع عليها حد.
تمام؟ انتهى الموضوع. مش كل يوم هتقعد تضحك في السوق الموازي تطلع 2 جنيه تنزل 3 جنيه. لا النهارده التاجر اللي معاه دولار كتير هيتحكم فيه. انا هبيعه ب 25، انا هبيعه ب 26، اللي مش عاجبه ما يشتريش. لا هنا بقى الدوله بتدخل وتضرب بيد من حديد وتظبط السوق. فانت بتبقى عارف بقى العمله وقفت على كام. لكن هو فين العمله دي اللي ب 19 جنيه عشان يخوفوك؟ فين الدولار ده اللي ب 19 جنيه وبيقنعوك دلوقتي ان هم يا عيني غلابه وطيبين؟ ده انا ببيع لك بس السبورتاج دي بمليون و300 عشان انا بسعر والله ب 19. انت عارف لو مش ب 19 كان زماني ببيعها ب 6 مليون. انت مختل عقليا. هو حد هيعبرك؟ هو حد هيشتري منك؟ ده انا ببيع لك الكودياك دي بمليون و800 والله عشان انا مسعر ب 19. انت عارف لما يوصل 24 هبيع لك الكودياك ب 3 مليون. يا راجل يا طيب، يعني هو حد هيعبرك؟ خلي عندكم مبدأ يا جماعه، امتنعوا عن شراء السلعه فاحشه التسعير وخلاص، بغض النظر عن اي حاجه. مصريين في الخارج ينزلوا ما ينزلوش، الحال يتعدل على اللونج تيرم ما يتعدلش، الحال. انت لن تشتري سلعه لا تستحق ثمنها وخلاص، خلصت. ركز بقى في اساسياتك يا عم. انا راجل بتاع عربيات اهو. انت لما بتشتري عربيات بتجيلي علشان احط لك عليها بروتكشن وانا بكسب. انا بقول لك ما تشتريش وما تجيليش لان الان هناك فحش. تمام؟ بس كده يا سيدي الفاضل. في كلام اقصى صراحه من ده؟ في كلام مش محتاج شرح اكتر من ده؟ خلاص بقى سيبك من اشتغالاتهم هم. امتنع عن الشراء ولا تهتم لا بتعويم ولا باشتغالات. كل هذا اشتغالات. يتعوم الجنيه احسن يا عم. خلينا نعرف ثمنه بدل ما احنا مش عارفين ثمنه. تمام؟ هو انتوا بتبيعوا لنا بثمنه؟ وصلت؟ اتمنى انك تعمل شير. والكلام ده مهم جدا والكلام واضح جدا. لكن هم صوتهم عالي وعمالين يجعجعوا ويروحوا هنا ويروحوا هنا ويلطموا وشغالين في اللطميات وفي التعذيب وفي التقطيع روح بقى انت شير الكلام ده عشان الكلام ده يوصل للناس والناس البسطاء ما يضحكش عليها وما تتخوفش. تمام؟ السلام عليكم.